ينفع ادرس اونلاين مع نفسي وبعد كده اروح امتحن في جوتا؟ بص، تدرس اونلاين مع نفسك مفيش مشكله خالص، عادي. اعرف ناس كتير درست اونلاين مع نفسها، بس انت هيجيلك وقت وهيجيلك مستوى لازم تروح لانستراكتور. لازم تروح لانستراكتور بالذات بعد اتس فاي. بعد ما تخلص اتس فاي وتخش على مرحله البي اينز، هتلاقي ان في جاب كبيره كده بين المستويين، لدرجه ان انت ما بتبقاش مستوعب هو انا كنت بدرس ايه، ومش ده مستوايا، هل المستوى تقيل عليا؟ عشان كده بتلاقي ناس كتير قوي بتدرس الماني جت من اول مستوى بي اينز كده وقالت لك لا انا مش هكمل، اللغه تقيله فعلا عليا. علشان كده لازم تكون ماشي بخطه، ولازم تكون حاطط لنفسك خطه وهدف تمشي عليه. يعني ايه؟ يعني انت بتلاقي من اول مستوى اتس فاي بعد ما تخلصه وانت داخل على مستوى بي اينز، بتلاقي ان المسافة كبرت بينهم، والكلمات تقلت، والجرامر تقل، وكل حاجة تقلت، والمستوى نفسه بقى تقيل. علشان كده لازم تحتاج انستراكتور. ممكن تاخد بي اينز من على اليوتيوب، او من مثلا من على الدويتش فيلا، ايا يكن انت بتذاكر من ايه. ممكن، ولكن عشان تروح تمتحن في جوتا لازم انستراكتور يديك على الاقل المستوى اللي انت هتمتحن عليه ويحضرك للامتحان. دي نصيحتي ليك. الموضوع يعني امتحان جوتا مش سهل ان انت مثلا تحضر له وتخش مع نفسك، لازم انستراكتور يحضرك. دي نصيحتي ليك. يعني انت حر، انت ممكن تقدر ان انت تذاكر وتذاكر الاربع مستويات وتخش وتجرب، مفيش مشكله. بس علشان ما تضيعش وقتك وعلشان ما تضيعش مجهودك، امشي مع انستراكتور على الاقل اخر مستويين ويحضرك للامتحان. دي افضل طريقه، لان امتحانات الالماني مش سهله، بالذات امتحانات جوتا. بالتوفيق ان شاء الله. ولو عايزت حاجه اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. بالتوفيق.